مسلسل قلب ميت الفنانة الشابة المتألقة فوزية، أهلا وسهلا بك ضيفة على كاميرا قناة. اهلا بيك، ميرسي. كل عام وأنت بألف خير، أسعد الله أيامك وينعاد عليك بالصحة والسلامة والموفقية والنجاح إن شاء الله. ميرسي وانت طيب. الله يخليك. حديثنا عن المسلسل، عن التحضيرات وعن المعوقات وعن المشاكل وعن متعة العمل مع الأستاذ مجدي أبو عمير وهذا الكادر الفني الجميل. في الاول انا احب اقول بجد ان انا فخوره ومبسوطه جدا بان انا كنت يعني جزء من عمل ناجح جدا. اخراج استاذ مجدي ابو عميره وتاليف احمد عبد الفتاح وهو قلب ميت. بجد انا كنت مبسوطه بيه قوي وكنت خايفه قوي من الدور وقعدت احضر له كتير قوي، قريت فيه كتير وقعدت عماله ارتب ويا ترى المشهد ده يتعمل ازاي. حاجات كتير كانت بتدور في دماغي قبل ما ادخل التصوير، وكنت شايله هم ان دي اول مره ليا تلفزيون، فكنت شايله هم اول مشهد وكده. فلما رحت هناك بجد استاذ مجدي ابو عميره يجنن، كواليسه هاديه قوي وبيشجعني بعد كل مشهد، يجي يقول لي انت هنا كويسه، انت هنا. يعني كان بجد حد يجنن. عايزه اقول بجد انا نجاح المسلسل دوت مخليني طايره بجد. حتى يعني بعيدا عن ان انا مشاركه فيه ولا لا، انا يعني كنت جوه المسلسل وعارفه الناس دي تعبت قد ايه كلهم، ففرحانه بنجاحه الحمد لله قوي. فوزية، هذا أول عمل تلفزيوني لك مع مخرج كبير وفنانين متألقين وكبار، ولكن شخصية الشريرة، حضرتك كنت شريرة بالمسلسل صح ولا لا؟ هذه صعبة ومجازفة كأول ظهور لك على الشاشة. هل راح يترك انطباع سيء أم إيجابي تجاه الناس؟ هو الصراحة أنا في ناس كتير كرهتني في المسلسل ده بجد، مش عارفة. بس ده أنا مش عايز أسجل معاك عشان خايف. بس ده كويس ادام انت كرهتني كده وناس كتير كرهتني وصدقت ان انا شريره، فالحمد لله انا بقول ان دوت فضل من عند ربنا يعني. لكن هذا الاختيار يعني كيف كان التحضير له، الدراسه؟ تظهرين بهذا الشكل الجميل اللي اقنعت به كل الناس. ربنا يخليك بجد، ميرسي. مش عارفه، هي بس انا عايزه اوضح ان هي ما كانتش شريره بطبعها. هي بس كانت بتحاول تعوض عقده النقص اللي عندها، ان هي ما بتخلفش. بتحاول تحسس جوزها دايما ان هي مهمه برضو في حياته. هي بتحاول تخطط له حاجات كتير حتى لو بقت شريره. فهي مش شريره بس في الاخر تحس هي غيوره ومش عندها احساس بالامان، فبتحاول تعوض، يعني بتحاول تعوض النقص ده قدام جوزها، ان هي لا مهمه في حياته فيديها شويه، يعني تحس معاه شويه بالامان. فهي مش شريره خالص ومحدش يكرهني بليز. بليز. أنا مش شريرة خالص. أكيد طبعا باين عليك بسكوت وجميل. ربنا يخليك. وبالختام أقول لك مرة ثانية كل عام وأنت بألف خير، ونتمنى لك الموفقية والنجاح ونشوفك متألق على صعيد المسرح والتلفزيون والسينما إن شاء الله. ميرسي خالص بجد لذوقك، وميرسي ليك، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب. الله أنت يخليك. طيب. ميرسي.